تعالى نجم واحد الله صلى على النبي، عايزك تصحصح معايا وتركز معايا وتسمع الكلمتين دول، لانه والله العظيم انت لا سمعتهم قبل كده ولا هتسمعهم ولا حد هيعملهم لك. ممكن يتقلدوا وتسمعهم من صفحه ثانيه، انما اقسم بالله الكلمتين اللي هقولهم لك دول والفيديو اللي هعمله لك ده انت اقسم بالله ما شفته خالص على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. تعالى يا برنس، اما بقول لك انا باكلك لحمه ضاني، اعلى لحمه ضاني في اسكندريه وفي مصر، انا ما بضحكش عليك، انا هقول لك وبالدليل. بص يا باشا، انا معايا دلوقتي فخده ضاني برقي صحراوي جاي من مرسى مطروح، وهعرفك ازاي احنا تقطيع اللحمه زي ما بنجيب جوده عاليه لازم يبقى عندنا جوده عاليه في التصنيع، لان لو جبت اعلى حته لحمه في العالم وصنعتها غلط مش هيبقى طعمها حلو. تعالى بقى، الميزه هنا ان انت لما بتجيب حته لحمه مظبوطه وصح بنعرف نصنعها صح، وبنعرف ازاي نوظف كل قطعه في الخروف. بص يا باشا، واحد الله صل على النبي وتعالى دلوقتي اما اجي اعمل لك حته كباب ضاني مشويه، وليكن مثلا زي وش الفخده ديت. طبعا وش الفخده ده حته لحمه حمراء اهو، دي فخده ضاني، دي حته ايه؟ لحمه اسمها وش فخده. وش فخده ده يا باشا لما باجي اعمله كباب بيبقى فيه حته سمينه وفي حته حمراء، في حته جنب سمين اللي هو بيبقى فاضل من اللي الضاني، يعني ما بنشيل اللي الضاني بيبقى فاضل الحته دي منه، والجنب الاحمر اهو الجنب التاني. يبقى انا لما باجي اوضب لحم الكباب بعمل وش الفخده بالشكل ده وبقطعه كده، عكس انسجه اللحمه او عكس الانسجه بتاع اللحمه. تمام؟ في حته دهنه زي ديت، والمعروف عن اي حته لحمه حمراء، حته لحمه احمر زي دي سواء ضاني او شمبري نزلت على الفحم وبتتشوي هتبقى ناشفه وهتاكلها وهتبقى ناشفه. يبقى احنا بنسيب الحته ديت، حته الدهنه ديت او الحته السمنيه اللي هي بتاع الخروف البقري ديت. يعني بص، اما بنقطع قطعه اللحم ديت لو انت شويت حته اللحمه دي من غير ما تسيب فيها حته الدهن دي هتبقى ناشفه. دي بقى يا باشا لما بتتبل حته الدهن ديت وتتشك في السيخ ديت جنب ديت، تمام؟ دي بتسيح وبتفضل تسقي حته اللحم الضاني ديت عشان تبقى حته لحمه ايه؟ جوسي وتاكلها وتبقى طريه. فهنا يا باشا الكلام ده يرجع ان احنا لما بنجيب حته لحم ضاني بريمو بنعرف ازاي ان احنا نقطع كل مكان تقطيعتها الصحيحه ونوظف كل قطعه لحم لمكانها الصحيح. تعالى يا باشا بص تفاصيل اللحمه البرقي. طبعا الانسجه بتبقى بالطول بتاع وش الفخده، لازم ان انت بتيجي تاخد وش الفخده التقطيع عكس الانسجه. ده يا باشا الكباب الضاني اهو. بص يا باشا اللحمه الضاني اللي جايه مرسى مطروح، تفاصيل اللحمه عامله ازاي. مش كل ما نقطع لحمه بقى جزار، وكلها بتقطع. الركه على التقطيع والتوظيف الصح. وحد الله وصلى على النبي وتابعني، عشان اللي ما تابعنيش فاتوا كتير، لسه اللي جاي اقوى. وحد الله وصلى على النبي.